بنعمة المسيح. هيكون حديثنا عن العذراء وحياة الطهارة. يحلو للكنيسة أن تلقب العذراء مريم هكذا، العذراء القديسة الطاهرة مريم. والطهارة هي من صميم صفاتها وحياتها موصوفة. عاشت حقيقة طاهرة وهي في الهيكل مكرسة تخدم بيت الله وكلمة الله بكل الطهارة. عاشت طاهرة بتول في بيت يوسف النجار رغم عقد الزواج الذي زونه له كانت الهيكل، إذ كان كلاهما بتوليين طاهرين. هي صبية في سن 16 وهو شيخ ناهز 60. كانت معه في بيته كابنة مع أبيها أو مع جدها، وهو يرعاها ويعولها كولي أمرها. لذلك عندما بدأ الملاك بقوله أنت ستحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، فاضطربت من كلامي وقالت كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف ربنا؟ فلم تطع فلنطمئن إلا لما عرفت من الملاك أن هذا الحبل ليس من إنسان بل من الله. وهكذا يقول عليها قول معلمنا بولس الرسول وقدم عذراء عفيفة للمسيح. عاشت العذراء مريم بتولا طاهرة أثناء الحمل وبعد الولادة أيضا، كما كانت العذراء كان من قلبها تعيش بتولا واحترم الله هذا النزل وبارك عذراء حتى بعد الميلاد. وهكذا هذا الشيء إعجازي لا يقدر عليه إلا الله الذي ولد منها بالجسد. ظلت العذراء مريم بتولا طوال حياتها ولم تنجب أولادا بعد أن ولدت السيد المسيح الإله المتجسد لخلاص العالم. وهذا هو الإيمان الذي تؤمن به كل الكنائس الرسولية، وهو الموضع اللائق بوالدة الإله. لذلك تسميها الكنيسة العذراء كل حين. ظلت العذراء مريم تعيش حياة الطهارة والعفاف طول حياتها حتى فارقت هذا العالم إلى حياة السعادة الأبدية المعدة للأطفال. وأصبحت العذراء مريم مثالا اعتبر به الطهارة والعفة، وتعلم منها وتنبهها مشتاق لحياة الطهارة في كل الأماكن والأجيال. ليست الطهارة هي حياة المسؤولية فقط، لأنه توجد طهارة في الزواج أيضا. الزواج
السر عظيم قد باركهم الرب. ومعلمنا بولس الرسول يقول: يجوز الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير نجس، ويستطيع الزوجان أن يعيشا حياة زوجية طاهرة نقية إذا لزم التعفف في زوجهم، وأن يراعي تعاليم الكنيسة والطقوسات مثل أيام الأصوام وأيام التناول. حياة الطهارة يا أحبائي لها شرف عظيم أمام الله. الوحي الإلهي يقول: ما أحسن الجيل العفيف. وحكمنا بولس معلمنا بولس يقول: هذه هي إرادة الله وداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل للقداسة، والقداسة هي الطهارة وعلوم الطهارة، والقداسة لن يرى أحد الحرام. والطهارة هي حياة تشبه حياة الملائكة، وخلق الله الحيوان بجسد وغرائز وبدون روح، وخلق الإنسان بجسد وروح، وخلق الملائكة أرواحا نورانية. فهذا المخلوق المتوسط الذي هو الإنسان إذا سلك حسب غرائزه والمواهب وهو جسده تحول إلى حيوان، وإذا سلك بالروح ولم ينغمس بشهوات الجسد صار ملاكا، وهو ما زال على الأرض. وفي ذلك يقول الحديث عنه لدرجة ما غلب جسده وقد غلب طبيعته، من غلب طبيعته وقد صار فوقها، ومن صار فوق الطبيعة الإنسانية وقد شارك الطبيعة الملائكية، وقد كرم الله قبيلا بالطهارة، إنه لما أراد أن يرسل ابنه الوحيد إلى الجسد مولودا من امرأة لم يرد إلا أن يولد من عذراء بتول نظرت حياتها للعفة والطهارة، وهي العذراء الطاهرة مريم. أطهار السماء، الأطهار السماء لهم مركز خاص ولهم تعليم خاصة لم يستطع أحد أن يتعلمها إلا هم وحدهم، وهم يتبعون عمل أي المسيح أينما ذهب. إذا كان لفضيلة الطهارة هذه المنزلة العظيمة أمام الله، فعلى العكس تماما رذيلة الزنا والنجاسة يوضح الله جدا، وبسببها
أبان العالم القديم بالطوفان، فازلا ورم وأحرق مدينتين سلوم وعمورا وحكم عليهما والانقلاب ودعا عبرا للعتيدين أن يقبلوا، وقتل في يوم واحد 23,000 من الإسرائيليين بعد أنزلهم مع بنات مؤاب. وتلك النجاسة أحبائي هزت كيان داود وجعلت سليمان أحكم الحكماء وأذن للأصنام بسبب هذه الخطية. يعني غضب الله على جميع أبناء أن قوة الرب ومعونته تفارقان الإنسان الذي يستعبد هذه الخطية فيفشل في حياته كلها. إن الغرام الذي أطلقه نوح لم يرجع إلى الكل لأنه أرادت فسادا في وسط الجثث الميتة، أن الحمام التي ترمز بالروح القدس ونعلت إلى الفلك ثانية لما تنتهي لها استقر بين الجثث الميتة لأنها من الطيور الطاهرة. الإنسان الذي يعيش وسط نجاسات الخطية يشبه ذلك الغراب النجس. أما الإنسان الطاهر الذي يترقى عن الشهوات البهيمية فهو يشبه تلك الحمام الطاهر والوديعة. تطلب الكنيسة على عذراء مريم لقب الحمام الحسن بسبب وداعتها وحضارتها، ونلبس طهارة العذراء من منظر وجهها الهادئ الوديع الذي لم تضع عليه المساحيق والمصباح التي تضر أكثر مما تنفع، ومن منظر ملابسها التي تمسو رأسها كل جسمها. قال أحدهم إن ثوب العذراء مريم يمكن أن ثلاثة فساتين من فساتين بنات اليوم. الكتاب علمنا أن السلاطين وهو أعلى الطلبات السمرية لكل واحد 6 أجنحة بجناحين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. السلاطين يغطون أجسادهم خشية
وجل من جلال عظمة الله والمنام في هذه الأيام يكشفنا عن مزرعهن وسقانهن وصدورهن ويسببنا بذلك عثرات رهيبة للشباب كيتمنى يتعلمن من أمهن العذراء مريم والطهارة المنتشمة في كل شيء، واستمعنا للصيحة وعلمنا بطرس الرسول القليلة لا تأكل زينتكن الزينة الخارجية من ضرب الشعر والتحايل الذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي بالعديمة الفساد زينة الروح والدين هذا الذي هو قدام الله كثير السماء، فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن. ونصيحة معلمنا بولس الرسول قال كذلك النساء يزين زواجهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا يتقارب أو ذهب غالي أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بلسان تعهدات وتقوى الله بأعمال صالحة. كما نسمع صوت الله غاضبا في سفر أشعياء إصحاح 3 على النساء البالغات والبالغات في الزينة الخارجية، بأن عوض كثير تكون عفونة وغلل الجبال تكون خلع، وعوض الجمال كي ليت كل الناس يهتمون بالزينة الداخلية زينة الروح، وتزينون ما تستغفرون بالفضائل مثل فضيلة الوداع والطاعة والمحبة والاحتمال والهدوء والاتضاع والعطاء وغيرها. اقتني طهارة بالبعد عن مجالات الخطية والاعتراض. والرسول بولس ينصحنا قائلا أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الله من قلب نقي. يقول القديس فيلوكسينوس اعبر نفسك من الأسباب التي تجذبك إلى الشهوة، وسد المنافذ التي تدخل إليك منها،
وقد حفظ لنا التاريخ قصص شبان وشابات ضربوا بالمثل الأعلى والطهارة وصاروا نماذج حية مثل يوسف الصديق. نورد هنا هذه القصة. عرف المضطهدون أن سبب قوة الشباب المسيحي هو تمسكهم بهم وطهارتهم، ومن ثم أخذ الولاة يحاولون إفساد طهارة المسيحيين حتى يدعوهم ويدعونهم لأوامرهم وينكروا إيمانهم. من بين هؤلاء شاب مسيحي رفض أن ينكر إيمانه وربطوه على سرير بالجبل الحلال وآتوا إليه بامرأة لعوب تلعبه حتى تكسير شهوته وتسقط في الخطية النحل وتنهار قوته. لكن هذا البطل لما لم يجد وسيلة للهرب ولم يجد عضوا من أعضائه حرا إلا لسانه أخرجه من فمه وفلحه وضمه وأسنانه ووسطه في وقت تلك المرأة الشريرة فسألت الباب سول خير من الدماء. ولما رأت المرأة ذلك ارتعبت وهربت، وهكذا قدر ذلك الشاب بأن يقطع لسانه ولا يدنس جسده ولا يفسد طهارته. الله يساعدنا كي نعيش أطهارا أنقياء من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله بشفاعة البتول الطاهرة مريم والدة الإله. إلهنا كل وقت وكرم غير الأمين.